كانت اول مره او بدات احبه ازاي تفرق في علاقتي بيه. انا مش فاكره اول مره شفته كانت امتى، بس بحبه من اول ما عيني وقعت عليه. هو اصله انيق قوي كده ومميز ومش شبه حد، ما ينفعش ما يخطفش قلبك اول ما تشوفه. عندي استعداد اواجه المجتمع كله بازاي انا بحبه. له صوره على مكتبي في الشغل تهون عليا الوقت اللي بيبقى بعيد عني فيه، وتفكرني دايما بيه. اي حد يعرفني عارف مشاعري ناحيته. لما بيبقى موجود عندهم بيكلموني يقولوا لي داليا لازم تكوني موجوده النهارده عشان هو عندنا، واجري عشان الحق اكون موجوده واشوفه اول ما يوصل، واستنى لغايه لما يجي ويوصل قدامي وانا كل شوق ولهفه، ومش بينغص عليا وقت ما يوصل غير ان الاقي عليه جوافه وعنب. يا جماعه الرمان لما يتحط لوحده، مفيش حاجه تتحط عليه. حبيبي ما ينفعش حاجه تانية تتحط فوقيه. بختبر مع الرمان مشاعر مش بختبرها مع حد ابدا. لسه فاكره اول مره كان المفروض اقول بحبك لحد، كنت بحضر ورشه حكي، والمفروض اني اقول جمله واللي قدامي يصدقها. ما كانش هيعدي التمرين لغايه لما اللي قدامي يصدقها، والجمله بتاعتي كانت بحبك. قعدت احاول مره والتانيه مش بيصدق، لغايه لما مدربتنا قالت لي داليا لاقي مشاعر شبيهه واستحضريها وقولي الجمله. مشاعر شبيهه، غمضت عيني، بحبك، صدقها من اول مره. محدش يقول ان انا شفت رمانه كبيره. الانانيه في الحب عندي بجداره. حبيبي ما ينفعش حد يشاركني فيه. يا جماعه الرمان اللي موجود في العالم كله رماني انا. اي حد بيمد ايده على الرمان بياخد من الرمان بتاعي. في البيت عندي امي واخويا واختي عارفين ده كويس، لما بييجوا ياخدوا من الرمان بياخدوا منه على الاستحقاق. اللي عندي مشكله معاه فعلا هو والدي، بيطلب طبق رمان عادي جدا والتاني وراه عادي برضه. عشان نحل المشكله دي كان لازم نستعين بكل الفاكهه اللي موجوده في البيت. الطبق لازم يبقى فيه فاكهه كتير عشان نحاول نقلل من كميه الرمان الموجوده فيه. والدي كان بيفتكر ان ده كرم اخلاق، بس الحقيقي ان انا بس كنت بحاول اقلل من الرمان اللي موجود. لما بيجي نص الليل بيبقى ده الوقت المناسب اللي فيه ممكن استفرد بحبيبي. اقوم وافصصه من غير ما حد يبقى عارف ان في رمان دلوقتي بيتفصص، واخلصه كله قبل ما الصبح يجي اصلا وحد يعرف ان في رمان اتفصص. البوله تبقى مليانه بالرمان، وامسك المعلقه واحط معلقه والثانيه واعمل كورتين. الكور في البق عادي في الرمان ما فيهاش مشاكل. وبعدين بعد كده ابتدي اكله واحس فجاه بشلالات من الرمان بتنساب. مفيش حاجه احلى من كده. ولو اتفضل حاجه في بوله الرمان بخليها في الثلاجه واغطي عليها باطباق ثانيه عشان محدش يعرف ان كان في رمان متفصص هنا. لما حد بيجي يقول لي طب ما لو انت بتحبي الرمان قوي كده، طب ما تفرزيه وحطيه في الثلاجه وخليه موجود في الفريزر طول السنه وقت ما تحبي اسحبيه وكلي. لا حبيبي لازم يوحشني. بودعه اخر كل موسم واستناه الخريف اللي بعده لغايه لما ينزل، وانا كل شوق ولهفه اني هرجع تاني اكل الرمان. وتفضل احلى هديه بفضل مستنياها على طول لما الباب يخبط والاقي بوكس مليان رمان متفصص. بستنى الهديه دي كل فالنتاين عشان اقضي احلى عيد حب انا والرمان والفالنتاين. يا حبيبي كان زمان طلعت الورد بأوان، بعد ما بان ورد خدك والله والربيع طول الزمان. يا نعيمي لما هلت، يا نعيمي لما هلت شمس نورك علالي، شمس نورك علالي، نورت لي صورت لي
جنة أجمل من خيالي، جنة أجمل من خيالي.